السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة مختلف شوية عن الوصفات والأفكار اللي بنقدمها. الفيديو النهاردة يخص المدارس. ولادي جم من المدرسة النهاردة وقالوا، طبعا سألتهم السؤال المعتاد أخدت واجب ايه، فقالوا لي الواجب النهاردة شبكة المفردات، وكمان الميس طلبت منهم حروف الجر. فطبعا كان عندي وقت فاضي النهارده، فقلت ايه ادلع الكراسات بتاعتهم شويه عشان الكراسه يبقى شكلها حلو وكمان مميز. بدأت كده بالاشكال اللي انتوا شايفينها دي. دي الشبكه الاولى شكل ورده، ودي الشبكه التانية شكل كيتي كده وحواليها نجوم او دواير كده كاتبه فيها باقي الشبكه. وده الشكل الثالث، وده الشكل الرابع. طبعا انا بقدم لك فكره وانتي بتطوريها او بتعملي على حسب ذوقك وعلى حسب دماغك انتي. دي الشبكات، دي شبكة شبكتين الدرس الأول، ودول الشبكتين بتوع الدرس التاني. ده الواجب بتاعهم النهاردة. طبعا هم صغيرين فما ينفعش ان هم يرسموا الحاجات دي بنفسهم، يعني تالتة ابتدائي لسه ما ينفعش يعتمد على نفسه ان يعمل الحاجات ديت. فانا بس ايه بدربهم بحيث ان هم يعملوا بنفسهم فيما بعد. ده كمان شكل حروف الجر، عاملاها كده على شكل ساعة. ودي الحروف شكل الحرف المفتوح والمقفول، حرف التاء برضو. كل دوت كانت طالباه منهم النهاردة. الكراسة التانية برضو هم ولادي الاتنين في نفس الصف، فعملت لهم كده رسومات مختلفة زي ما انتم شايفين كده. دي الشبكات ودي حروف الجر. طبعا في النشاط المدرسي برضو ينفع نعمل الرسومات ديت، لان هم بيطلبوا منهم نشاط على كل درس. فممكن انتي تعملي رسومات زي كده وتعملي النشاط المدرسي بتاع ولادك، وتساعديهم طبعا لو هم صغيرين. انما لو كبار لا، سيبيهم يعتمدوا على نفسهم افضل. بس انا حبيت اشارككم الفكرة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت تشجعونا بلايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.